الخماسيه الاولانيه دي كانت في 2019، ففي فرق كده مش سنه واحده، من 2019 ل 2023 ده 4 سنين يا كابتن اسلام. هو ازاي حضرتك ما خدتش بالك؟ او ازاي ان انت يعني بتكذب بتضلل؟ ممكن لا مش كذب او تضليل، ممكن بالنسبه لك الفتره الزمنيه دي صعبه عليك فانت مش عايز تحسبها عشان خاطر فيها 2020 والقضيه ممكن وارد، الله اعلى واعلم، ممكن تكون بالنسبه لك فتره عصيبه فانت مش عايز تفتكرها، فانت خلاص لحمت في دماغك ان 2019 دي اللي انا اتغلب 5 من صن داونز واتغلب 5 في 2023، فالاثنين دول ورا بعض هي سنه واحده. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وعيد مبارك عليكم يا رب وعلى كل حبايبكم إن شاء الله، وربنا يجعل أيامكم كلها عيد إن شاء الله. طبعا امبارح اتاكد خلاص فشل نادي الزمالك ان هو يشارك في بطوله افريقيا، وخلاص هيشارك في الكونفدراليه، ومن بعدها بقى سمعنا يعني حاجات غريبه كده بتحصل، وطبعا من ضمنهم او اللي انا طالع اتكلم عنه النهارده كابتن اسلام مش صادق خالص. بصراحه يعني انا اسف والله يا كابتن اسلام بس حضرتك مش صادق خالص. انا يعني سبحان الله دايما اسمع ان الاسم بيبقى على مسمى، بس للاسف معاك انت الوضع عكس خالص. ليه؟ مش بالكلام برضه، مش هقول لك كلام وخلاص واطلع اقول لك ده بيقول اي كلام وخلاص او مش عارف ايه، لا هنرد دلوقتي بالكلام اللي انت قلته، والكلام اللي انت قلته ده هنرد عليه بالعقل والمنطق وبالارقام وبالتواريخ زي ما انت متعود يعني معانا. الحمد لله ما بنعرفش نرد بكلام مرسل وخلاص. كابتن اسلام طبعا فكره ان الزمالك ما يشاركش في بطوله افريقيا امبارح لما بيراميدز كسب يعني خلاص، فاصبح ان هو عارف انت حصل له حاجه غريبه، هو خلاص بقى بيترنح مش عارف يقول ايه، بقى بيقول اي حاجه وخلاص. بالرغم ان احنا الحمد لله يعني في 2018 و2019 كنت بطلع اعمل فيديوهات على بيدج طبعا النادي الوطنيه وقتها، وقلت وقتها والله الحمد لله والفيديوهات موجوده يعني، قلت ان بيراميدز اللي هم فرحانين بيه وبيدعموه وبيشجعوه ده هيجي في يوم من الايام وياخد مكانهم، والحمد لله كلامي بيتطبق دلوقتي، ولسه بقى ده في فيوتشر وفي كمان نادي زد طالع، في الموضوع هيبقى ايه صعب عليكم قوي، كمان سنتين ثلاثه بالكتير قوي الموضوع هيبقى صعب عليكم جدا ان انتوا اصلا تخشوا مربع ذهبي. ده مش بالكلام برضه، وهنشوفه مع الايام، وبكره الايام هتثبت كلامي ده صح ولا غلط، وفيوتشر بقى ونادي زد اللي هم هيبقوا نادي الدوله الحقيقي بقى، يعني هم دول انديه الدوله بجد. مش الاتهامات الباطله اللي انتوا كنتوا دايما بتقولوها لنا، لا هتشوفوا كل الحاجات اللي انتوا كنتوا بتقولوها بالكذب هتلاقوها حقيقه بقى معاكم، وهتشوفوا الايام بيني وبينكم. المهم كابتن اسلام مش صادق، طلع وقال لك ايه، كتب بوست كده طويل عريض مقاله، يعني هو متعود بقى على المقالات وبتاع وايه، وحش يحش 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 كلام كله متناقض، كله متناقض، والله كله متناقض. انا مش عارف انت هيجي لك طولة بال ولا لا تقراه، عامه انا هسيب لك الايه السكرين بتاعه في الكومنتات، وبرده هيبقى نازل عندكم هنا ايه في الفيديو. المهم بيقول كلامه كله معناه ايه، يقول لك الاهلي اللي بيشرف مصر، وفي وسط الكلام الاهلي بيتظبط له بطولات، وشويه الاهلي ما يستحقش ان هو يوصل لنهائي البطوله، وشويه الاهلي استغل الفرص وقدر ان هو يوصل لنهائي البطوله. فكلام كله متناقض، يعني الاهلي حلو ولا وحش، الاهلي قوي ولا ضعيف، الاهلي يستحق ولا ما يستحقش، مع انه من وجهه نظره ان هو مش عارف يقول كلمه صريحه ان هو مثلا الاهلي ما يستحقش، بس لازم يجيبها لك ايه شمال في يمين شمال في يمين كالعاده يعني بتاعته، لانه ما بيعرفش يبقى صريح اصلا، ما بيعرفش يبقى صادق، فطبيعي انك هتلاقي كلامه دايما ايه متناقض. فالمهم هنرد على جزء صغير كده من اللي هو قاله، وبيقول لك ايه ان الاهلي بيتظبط له بطولات. طب بيتظبط له ازاي يا عم اسلام؟ قال لك اصل الاهلي بيتاجل له ماتشات عشان خاطر يفوز بالبطوله، عشان يفوز ببطوله افريقيا وعشان خاطر يفوز بايه ببطوله الدوري. قال له طب ما هو السنتين اللي فاتوا يا كابتن اسلام، السنتين اللي فاتوا الاهلي برده كان بيتظبط له وكان بيتاجل له المباريات في الدوري، وكان بيروح عشان ياخد بطوله افريقيا، خد بطوله الحمد لله، والبطوله الثانيه اتظلم فيها وربنا عوضه الحمد لله السنه دي بالبطوله بنفس الفريق على نفس الملعب، بس برده كان نفس التاجيلات. طب ليه الاهلي ما خدش البطولتين السنه اللي فاتت واللي قبلها، بطولتين الدوري؟ او ما اتكلمتش ليه على المؤجلات دي السنتين اللي فاتوا؟ عشان حضرتك مش صادق. بس الموضوع بسيط والله، الموضوع سلس كده وسهل وجميل. عشان حضرتك مش صادق، السنتين اللي فاتوا كان عادي التاجيلات، لكن السنه دي عشان الاهلي هو خلاص الاقرب للدوري باذنك يا رب، فلازم يتقال اي حاجه. هنقول ايه؟ ما هو اصل خلاص بقى احنا طلعنا بفضيحه مثلا من بطوله افريقيا حصاله، خسرنا الكاس، طلعنا من الكاس قدام بيراميدز، والاهلي خد الكاس بعد كده من بيراميدز، خسرنا السوبر من قدام الاهلي، هربنا من الاهلي برضه في السوبر الثاني، الدوري خلاص احنا في مركز رابع مش عارفين حتى نوصل لثالث، فالموضوع صعب عليهم. انا عارف والله مقدر يا استاذ اسلام، انا مقدر ده، بس الكذب والتضليل والتدليس مش هتلاقي منهم رجع، يعني مش هتلاقي منهم رجع. ليه؟ لان الكذب ملوش رجلين. زي ما هقول لك مثلا السنه دي انت حضرتك بتقول ان التاجيلات والتربيطات هي اللي خلت الاهلي يفوز بالايه بطوله افريقيا، وان هو يقرب من الدوري السنه دي. رديت عليك قلت لك السنتين اللي فاتوا كان نفس القصه، وحضرتك ما كنتش بتتكلم، كنت مبسوط عشان خاطر الاهلي مضغوط وكلام من ده، بس عشان خاطر الحكام كانت مساعداك جامد قوي السنتين اللي فاتوا. ما علينا مش مهم دي.
السنه دي حضرتك نفس عدد الماتشات اللي الاهلي كان بيلعبها كان نادي الزمالك بيلعبها، وكان بيراميدز بيلعبها، وكان فيوتشر بيلعبها لما كانوا موجودين في البطولات الافريقيه. بس هم لما طلعوا فحصل الفرق ده بقى، الجاب ده اللي حصل. طب بلاش دي، انت تعرف هل تعلم ان النادي الاهلي السنه دي اكتر فريق لعب في قاره افريقيا كلها مباريات؟ اه والله اكتر فريق لعب في قاره افريقيا كلها. مفيش حد لعب مباريات قده السنه دي. طبعا ما بين دوري وكاس وسوبر وسوبرين ومش عارف بطوله كاس العالم للانديه، وطبعا يعني بطولات كتير مع النادي الاهلي ما شاء الله يعني. فالنادي الاهلي السنه دي اكتر فريق في افريقيا كلها لعب بطولات. طب بلاش دي، نخش على حاجه حلوه ولذيذه. حضرتك لما وصلت النهائي طبعا 2020 كان الاهلي زي الزمالك وكنا على نفس عدد المباريات يعني، وحضرتك ما اتكلمتش برضه لان احنا الاثنين وصلنا النهائي مع بعض. طيب ما تيجي نتكلم على 2016 اللي حضرتك وصلت فيها للنهائي والاهلي ما وصلش للنهائي. ما تيجي نشوف كده الزمالك كان ماشيها ازاي، يعني كانوا بيعملوا معاه ايه. اصل الزمالك ده فريق بقى شكله جامد قوي، مش زي الاهلي يعني. الاهلي فريق ضعيف فبيأجلوا له ماتشات عشان خاطر ان هو يعرف يفوز بافريقيا ويعرف يفوز بالدوري، فاكيد الزمالك بقى كانوا بيلعبوا كل يومين. نشوف كده بتاريخ 15/8 كانت مباراه الزمالك مع انيمبا. بعدها المفروض كان الزمالك هيلعب يوم 23/8 مع وفاق سطيف، فرق 8 ايام بس. وفاق سطيف ساعتها كانوا طلعوه من البطوله، فاصبح ان الزمالك ما لعبش المباراه دي. طب المباراه اللي بعدها لعب بتاريخ 16/9، يعني قعد شهر كامل ما لعبش الا مباراتين يا كابتن اسلام. طب بعد 16/9 نيجي نشوف بعد 16/9 لعب بتاريخ 24/9 يعني فرق 8 ايام. قال لها ما لعبوش ليه؟ ما هو قوي بقى، ما بيلعبش ليه في وسط المباراتين؟ مش مهم معلش. بعد 24/9 لعب امتى؟ 15/10. قال لها طب وبعد 15/10 كان ماتش الذهاب طبعا بتاع صن داونز. الماتش اللي بعده بعد 15/10 برضه مع صن داونز يوم 23/10. يعني خلال شهرين يا مؤمن الزمالك لعب 5 مباريات بس خلال شهرين يعني تأجل له اكتر من الاهلي تأجل له السنه دي او السنه اللي قبلها او اللي قبلها او اي سنه عموما يعني. طب ما اتكلمتش ليه يا كابتن عن الموقف ده؟ عرفت ان حضرتك مش صادق. نخش بقى على النقطه اللي تضحك اكتر، يعني سيبك بقى من اللي فات كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص، حماده تاني خالص. ليه بقى؟ لانه هو عايز يعايرنا. فهو طبعا يعني عارفين القاره كلها بتعايرنا بخماسيه صن داونز اللي احنا الحمد لله بهدلنا القاره كلها بعد كده، وسبحان الله الفريق الوحيد اللي ما بيعايرناش هو صن داونز، عشان الناس دي بتاعت كوره بس فعلا. بس ما علينا. المهم هو عايز يعايرنا بصن داونز، فبقول لك ازاي فريق الاهلي ده يبقى فريق قوي ويتغلب 5 من صن داونز، ويقول لك ايه بقى بعدها يعني بعد عام من الخماسيه الاولى. يعني هو بالنسبه له ان احنا خدنا 5 من صن داونز في سنه، والسنه اللي بعدها على طول خدنا برده 5، فاحنا خدنا 5 السنه دي. هو ناسي او بيتناسى او مش عارف، جاهل بالمعلومه، ما اعرفش، ايا كان ما يخصنيش يعني. ان الخماسيه الاولانيه دي كانت في 2019، ففي فرق كده مش سنه واحده من 2019 ل 2023، ده 4 سنين يا كابتن اسلام. هو ازاي حضرتك ما خدتش بالك؟ او ازاي ان انت يعني بتكذب بتضلل؟ ممكن لا مش كذب او تضليل، ممكن بالنسبه لك الفتره الزمنيه دي صعبه عليك فانت مش عايز تحسبها عشان خاطر فيها 2020 والقضيه ممكن وارد، الله اعلى واعلم، ممكن تكون بالنسبه لك فتره عصيبه فانت مش عايز تفتكرها، فانت خلاص لحمت في دماغك ان 2019 دي اللي انا تغلب 5 من صن داونز وتغلب 5 في 2023، فالاثنين دول ورا بعض هي سنه واحده بعد 2019 2023 على طول. بلاش تفسير تاني. او جايز مثلا عشان خاطر الاهلي فاز ببطوله افريقيا 2020 وفاز ببطوله افريقيا 2021 وخسر طبعا النهائي بتاع 2022 وبالظلم، وانت عارف كويس قوي وكل الدنيا عارفه، بدليل الحمد لله ربنا عوضنا النهارده السنه دي وكرمنا بال11 في 2023. متضايق من الاربع سنين دول عشان احنا خدنا فيهم 3 بطولات ولعبنا فيهم 4 مرات كاس عالم الانديه، او نلعب المره الرابعه كاس عالم الانديه، وخدنا برونزيتين قبل كده، والمره الثالثه خدنا مربع ذهبي، وهنلعب ان شاء الله باذنك يا رب في 2025 عشان يبقى 5 مشاركات على التوالي الخماسيه بتاعت صن داونز. 5 على التوالي يا كابتن، حاجه يعني ربنا يكفيك شرها وما يوريها لك ابدا يا رب، وانت مش هتشوفها اصلا زي ما قلت لك، لان خلاص انت في فرقه ثانيه هتطلع عليك اصلا، مش هتوصل اصلا لبطوله افريقيا عشان تعرف تاخدها. فمش عارف بصراحه والله العظيم بجد، انت يعني بتستخف بعقول الناس، بتضحك على الناس، بتضلل الناس، انت ما انتش عارف، ما انتش فاهم، مش عارف، انا ما اعرفش. نيتك دي بينك وبين ربنا، انا ماليش دعوه بيها، انا ليا دعوه بيه ان انت قلت معلومات غلط فانا رديت عليها. النيه بقى ده بينك وبين ربنا، واللي بيصدقك يصدقك، واللي عايز يصدق ويصدق، والضحك ببلاش، والضحك بقى كتير قوي اليومين دول والله. كل سنه وانت طيب يا عم اسلام، كل سنه وانتم طيبين جميعا، ونتقابل ان شاء الله النهارده، عشان النهارده باذن الله احنا الحمد لله كمسلمين واهلاويه العيد لما الاهلي بيلعب في العيد بيبقى عندنا عيدين، والله بيبقى عندنا عيدين، عيد الكبير مثلا او العيد الصغير مع عيد النادي الاهلي، وان شاء الله باذنك يا رب هنستنى العيديه، عشان يا اهلي انت العيد وانت العيديه. وشكرا لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.